السلام عليكم، اهلا بيكم. انا دكتور الاء ودي نيوتريشن توكينج. النهارده هنتكلم عن عاده بقت منتشره قوي بينا وبتاذينا واحنا مش واخدين بالنا. تعالوا نكمل الفيديو عشان نشوف ايه هي. مين فينا ما بيقعدش طول الليل يتقلب في السرير ومش عارف ينام وعنده شغل الصبح وبيسهر غصب عنه مش اختياره؟ يعني بيسهر بسبب اجهاد، بسبب تعب، في مجموعة اسباب معينة بتخلي الواحد مش قادر ينام ساعات الليل المفيدة اللي هي اساسا بتأثر في ادراكه سواء وفي صحته سواء النفسية او الجسدية طول اليوم. بعد كده تعالوا نشوف ايه اسباب او اهم اسباب السهر المنتشرة حاليا وازاي نتغلب عليها عشان نعرف ننام كويس ساعات الليل المفيدة اللي هي بتنظم بعد كده يومنا. يلا بينا. من الأسباب الخطيرة اللي بتسبب السهر ده استخدامنا للموبايل أو الهواتف الذكية قبل النوم، لأن الضوء الصادر من الهواتف ده، الضوء الأزرق ده، بيخدع دماغنا وبيديها إشارة إن احنا لسه بالنهار مش بالليل، والإشارة دي بتوقف إفراز هرمون الميلاتونين. والميلاتونين ده لو ما تعرفوش هو الهرمون المسؤول عن النوم، يعني هو المسؤول عن تنظيم مرحلة النوم، فبيتوقف إفرازه فبيبقى فيه صعوبة في النوم. ده السبب الأول. تاني حاجة عدم تنظيم نومنا، يعني احنا مثلا في العطلات بنسهر في أيام الشغل عايزين ننام بدري، فالساعة البيولوجية بتاعتنا بتتلخبط وده بيخلينا دايما فيما يعرف بتأخر الطائرة الاجتماعي. يعني الموضوع ده بيخلي فيه تذبذب في الساعة البيولوجية بتاعتنا، فمش بنقدر ننام في أيام الشغل وكده. تالت حاجة والمهمة هي ثقافة الإنجاز المستمر. أغلبنا دلوقتي عايز ينجز سواء في شغله سواء في حياته، فالقلق والتوتر اللي هو عايش فيه مخليه دايما في حالة التأهب المستمر أو fight or flight، وده برضو بيأثر على إفراز هرمون الميلاتونين وبيخليه دايما في حالة صحيان أو سهر ومش قادر ينام. طيب تعالوا نشوف ايه العواقب الضارة لعدم النوم بالليل بالذات في ساعات النوم او السهر المزمن او الارق او الحاجات دي. اول حاجة تأثير عدم النوم على الصحة العقلية. قلة النوم أو عدم تنظيم النوم يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب والقلق، وده بيخلي الشخص غير قادر على إدارة العواطف، عشان كده بيبقى أقل صبرا وأكثر عصبية. تلاقي الشخص اللي مش بينام ده دايما متعصب، دايما بيزعق، دايما صوته عالي، لأن هو جسمه أصلا مش مرتاح، يعني مش واخد قسط من الراحة عشان وظائف جسمه تعرف تشتغل وأولهم المخ. تاني حاجة وقت النوم ده هو الوقت اللي الدماغ يعني بتقوم فيه بترسيخ الذكريات والمعلومات، فلما حضرتك ما تنامش انت كده بتأثر على قدرتك على الإدراك وعلى التركيز، وده بيسبب انخفاض في قدرة إدراكك وقدرة تعلمك وقدرة احتفاظك بأي معلومات أو ذكريات، فبتبتدي تنسى بسرعة، بتبتدي لو انت بتدرس او كده بتلاقي قدرتك على التركيز قلت، درجاتك قلت، فكل ده من مؤثرات عدم النوم. كمان على الصحة الجسدية عدم النوم المنتظم أو عدم النوم في ساعات الليل ده بيأثر على المناعة، بيخفض المناعة بقدر كبير، وده بيخلينا عرضة أكبر للإصابة بالأمراض، وكمان الإصابة بالأمراض المزمنة زي السكر والضغط وأمراض القلب. طيب هل الشخص اللي مش بيعرف ينام ده خلاص ميؤوس منه، ما يعرفش يرتب دماغه تاني ويرجع ساعات النوم؟ لا، مش ميؤوس منه ولا حاجة. في قاعدة اسمها قاعدة 60 دقيقة لو اتبعناها هتخلينا ننام كويس، وهي ان احنا الساعة اللي قبل النوم دي نبعد خالص عن الشاشات. ان شاء الله تخلي موبايلك بره الأوضة اللي انت بتنام فيها خالص، استبدلها بقراءة او بسماع بعض آيات القرآن الكريم، هتلاقي أعصابك هديت ونمت. تاني حاجة ان احنا نظبط جدول نومنا، يعني كل يوم بنروح ننام الساعة كذا يبقى نروح، سواء عطلة سواء ايام شغل ايام دراسة، كل الايام زي بعض عشان نرجع نظبط ساعتنا البيولوجية تاني. تالت حاجة والاهم ان احنا نهيئ الغرفة اللي احنا هننام فيها، لازم تبقى النور مطفي، عشان كمان الميلاتونين ده هرمون بيتأثر بالضوء، طول ما انت مشغل له نور هو كده
يعني في ايرور بيحصل، او هو بيفتكر ان الدنيا لسه نهار مش ليل. فانت لازم تطفي نور الاوضه وتخلي الدنيا هاديه ومفيش ازعاج عشان تعرف تنام. ورابع حاجه والاخيره انك تبتعد عن المنبهات قبل النوم، يعني ما تروحش تشرب مج قهوه وبعد كده عايز تنام، ولا شاي ولا اي منبهات ايا كانت فيها كافيين. عايزه اقول لكم ان النوم الصحيح عمره ما كان مضيعه للوقت، بالعكس نومك النهارده الصحيح هيخليك بكره انشط وافضل واكثر ادراكا، هتعرف تنجز اعمالك، هتعرف تخلص شغلك، هتعرف تذاكر افضل، هتعرف تتذكر افضل. فعشان كده استبدلوا ادمان السهر بالنوم الجيد. والنوم مش بكتر عدد ساعاته، من 7 ل 8 ساعات بالليل نوم كافيين جدا انك تفضل نشيط طول اليوم. ومهما نمت بالنهار ساعات النهار ولا ليها اي فايدة ولا لازمة، بالعكس هتلاقي نفسك بتنام ساعات اكتر وصاحي مجهد وتعبان لان انت ما نمتش في الاوقات الصح. ظبطوا ساعاتكم البيولوجية وظبطوا نومكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في حلقة جديدة وفي صحة افضل مع نيوتريشن توكينج. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب واعملوا كومنتات وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.